احملوا الهدف واعرفوا أن سيأتي فتح الله بلا سلاح. أقول هكذا الكلام افهموا، سيأتي فتح الله بلا سلاح، لأن السلاح اللي يبيعونها أعداءنا يضعون عليه شروط، وساعة الحسم هم اللي يفشلوك بسلاحك أو بسلاحهم. ولكن في سلاح آخر وهو سلاح الإيمان، سلاح الصدق، سلاح اليقين. وأخبر النبي عنه في ظواهر، قال سيأتي على الناس زمان يقاتل المسلم اليهودي، ما قال الفلسطيني. يا ليت قال الفلسطيني بنقول قضية فلسطين. انتم حتى في القضايا ما تفهمونها على وضع الدين. ما في شيء في الدين اسمه قضية فلسطينية. من صنع فكرة القضية الفلسطينية؟ من صنعها؟ اللي كل يوم يصنع لنا الأفكار. هذا هو صنع قضية سماها القضية الفلسطينية، وصاروا حتى المسلمين يسبون الفلسطينيين، يقولوا ضيعوا قضيتهم. وهو نحن اللي ضيعنا القضية كلها من أصلها، ضيعنا الإسلام كله. ولهذا في يوم من الأيام قادم سيقاتل المسلم اليهودي، قال المسلم من غير جنسية ومن غير جواز ومن غير بطاقة. وانتهت هذه القضايا الإقليمية دي والتجزؤات اللي الآن تعيشوا عليها بتنتهي. يجب تفهمون كيف الرقي. قال حتى يقاتل المسلم اليهودي فتقول الحجر. يعني دخلنا في الصدق. حجر تشيلها بيدك، حجر مطروحة في مكان تقول لك الحجر تتكلم يا مسلم يا مسلم، ما تقول يا يمني ولا يا مصري ولا يا سعودي، يا مسلم، لأن الوحدة في الإسلام جاءت. ما هي التجزؤ المريض اللي يضحكون بها علينا ويلعبون بها على شعوبنا؟ يا مسلم هذا خلفي يهودي فاقتله. الله يدركنا ويدرككم بهذا الأمر اللي نسمعه ونراه. لكن تعرفوا أن الإسلام شريف وعظيم ونصرته أعظم والثبات عليه أعظم، والباقي اللي ترونه كل واحد فرحان بنفسه. لكن أتمنى أن يأتي عندي جيل من هذا الشباب اللي أنا أجالسهم ويجالسوني لا تكون عندهم هذه اللوثة. هذه لوثة كما السحابة العابرة وتنتهي، بتأخذ لها وقت وبتأخذ ناس وبتأخذ مجتمعات وبتوصل الناس إلى الفقر، ولا بترى الناس أي تطور. واسمعوهم بطل مشهور ما بتراها على هذا الصفة، لن تراها، لأن الذي يدبر لنا الاستقرار هو الذي يصنع الدمار. عدونا واحد، وعندما تنقل القضية ونعرف من العدو وكيف نتعامل معه وكيف نعرف بعضنا البعض، كان حاكم له حق، كان مواطن له حق، كان حزبي له حق، كان متدين له حق، كان سلفي له حق، صوفي له حق، شيعي له حق، سني له حق. عاملك بحقك في الدين، ما هو أنت تعاملني بالخدعة لأجل يوم من الأيام تذبح أخوك تذبح أخوك تذبح أخوك تذبح أخوك تذبح أخوك. هذا صراع على كرسي إبليس. وأما الصراع المطلوب والمرغوب أن تساعد الناس على معرفة الهدف الأسمى، وهو أن تموت الناس على كلمة التوحيد. صلوا على النبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.